ونزل حازم امام، ما يجب ان انت تنزل ابدا يا حازم. وحسام غالي بالتالي تدخل في الموضوع وبدأ الشناوي يخش يحجز، لكن مشهد ما يصحش، مشهد ما يصحش. برضو يعني اقول لرمضان صبحي لازمتها ايه يا رمضان؟ يعني هي الوقفة دي ماشية في دمك؟ عملها قبل كده وعملت مشكلة، وكان حازم امام ايضا الطرف الاخر لما شاطوا في رجله من دون كورة بيكررها مرة تانية. رمضان عندك 18 سنة ماشي، لكن يبقى ان انت بقيت لاعب في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، لازم تضبط اعصابك اكتر من كده. ده بالنسبة لرمضان. بالنسبة لحازم امام اللي بره، تخش ليه يا حازم؟ لان دخولك اشعل الموقف زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم. حمادة طلبة احتد وحط كده بنية كده هادية في السكة، برضو ده ما يصحش ابدا، لان الحاجات دي بتشعل الامور. الحكم البرتغالي قال لك سيبك من الخوته دي. هات لي مراسل من هناك بسرعه، نحاول نجيب مراسل من هناك يقول لنا الموقف ايه دلوقتي. لكن المخرج البرتغالي احمد المصري يقول لنا ايه اللي حصل يا احمد بسرعه. دي طبعا اعاده للاهداف، وادي ضربه الجزاء كوفي وليد سليمان، وتسديده عبد الله السعيد الرايقه قوي 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 قوي. وبعد كده الحقيقه هدف روعه الروعه، روعه الروعه. بدأ برمضان صبحي عرضيه ارتدت بالشناوي، حطها براسه في اخر حته في المرمى. هدف روعه الروعه لمؤمن زكريا الحقيقه، هدف جميل 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 جميل. ادي وقفه رمضان صبحي اللي اثارت المشاعر، وادي عمر جابر اللي مش عاجبه. احمد يا مصري بسرعه قول لنا الوضع الحالي ايه. احمد المصري. طيب. الو. قول لنا بسرعه الوضع ايه في الملعب دلوقتي. قولوا له يا جماعه يقول لنا من غير ما يقول لي الو، يحكي على طول. طيب لغايه لما يخش علينا مره ثانيه يا احمد، خلينا نتابع اللقطات المخزنه لدى المخرج البرتغالي لهذا اللقاء. حابين نعرف ايه اللي في الملعب دلوقتي. قول يا احمد اتفضل، ايه الوضع دلوقتي؟ تحياتي لك كابتن مدحت شلبي، وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي الفيلم في كل مكان. هي مباراه سوبر في كل شيء، حتى جاءت الدقيقه 77 عندما قام اللاعب رمضان صبحي بعمل لعبه استعراضيه يعني في وسط ملعب الزمالك. انقلب الحال تماما، لاعبي الزمالك اتجهت الى اللاعب في محاوله للهجوم على اللاعب، لكن لاعبي الزمالك سواء اللاعبين الكبار باسم مرسي حازم امام ولاعبي الاهلي قاموا بتهدئه اللاعبين الصغار بالفعل، وقاموا باحتواء الموقف. اللاعب نفسه كان خارج الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، يعني بيقول له انت عملت ليه كده؟ الواد بيقول له انا مش عارف غصب عني. انت مين في الموضوع بالفعل ان اللاعبين الكبار من كل فريق قاموا بتهدئه اللاعبين في ارض الملعب. الموضوع في المقصوره مختلف تماما. يمكن سياده المستشار مرتضى منصور قام في نفس الوقت وطالب من الجهاز الفني وطالب من فيريرا ان هو يسحب لاعيبته بعيد عن لاعبي النادي الاهلي، ما يحصلش اي احتكاك. يعني كان منظر جميل بالفعل، وسياده المستشار بيوصف للاعيبته بيقول لهم ابعدوا، هاتوا الماتش مصر يلعبوا عشان خاطر مصر، ويمكن صوته كان واضح بالفعل في المقصوره، وهو حتى الان بيحاول ان هو يهدي الجميع في الملعب. طبعا كابتن سمير عدلي منسق المباراه سعد حسام عاشور وعمر جابر كابتن الفريق اللي داخل غرفه حكم المباراه الثاني، يعني من الواضح ان هو ارسل لهم تعليمات ويقاموا بتقديم الاعتذار للحكم. الامور هاديه تماما، يمكن عكس ما الناس متخيله الموضوع كان هادي تماما. اللعيبه الكبار كانوا بيعاملوا بعض وبيحاولوا يبعدوا بعض عن مناطق الاحتكاك. شكرا يا احمد، اشكرك يا احمد، شكرا جزيلا. اذا زي ما احنا شفنا الصوره، الموقف توتر بدون داعي لما رمضان صبحي وقف على الكوره وتدخل لاعبو الزمالك. مش عاجبهم طبعا هذا الموقف. انا شايف كمان جون انطوي بيسخن دلوقتي. وفي نفس الوقت الحقيقه يعني انا بشكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي قام زي ما سمعنا من احمد المصري وزعق للاعيبته علشان يبعدوا عن لعيبه النادي الاهلي تماما. وهذا موقف من رجل مسؤول، هذا موقف من رجل مسؤول. وطلع الكابتن هنا والكابتن هنا الى غرفة الحكم كارلوس كارفالو، اعتذروا له
ومن ثم قبل الاعتذار وعاد الى ارض الملعب. حكم روعة، حكم روعة وتصرف روعة. عمر جابر الكابتن وحسام عاشور الكابتن سلموا على بعض، سلموا على الحكم قبل الاعتذار، نزل الى ارض الملعب. اذا درس جديد